السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجالة ثانوية عامة أولى وثانية وثالثة ثانوي، وأهلا بيكم في فيديو جديد. معكم دكتور أحمد فايد، والنهارده أول فيديو بعد ما بقيت دكتور رسمي، بقيت دكتور في مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وحصلت على تقدير امتياز. فيلا بينا نبدأ معانا النهارده بإذن الله. هنبدأ نلم اللي فاتك يا باشا. اللي فاتك ده أول حاجة بالنسبة لثالثة ثانوي وأولى وثانية إن شاء الله في آخر الفيديو. وأولى وثانية ما تقلقش يا اسطى، أنت ضايع والدنيا بالنسبة لك واقعة. هنزل لك جدول هتلم فيه كل اللي فاتك في 15 يوم باذن الله. هنلم اولى وثانيه ثانوي كده هتبقى في الجيب. خلص امتحانات شهرك يا باشا كده اهوت، احنا ندخل كده المعسكر، نخلص امتحانات شهرنا كده وندخل بقى نفوق بعدها. تعالى ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي هنبدا معانا باذن الله معسكر الهرمونات، والهرمونات مهمه جدا، هنعملنا عليها معسكر لانها مهمه باذن الله انك تبقى عارفها قبل ما تدخل في التكاثر. يعني هتبقى موجود شغال معانا دلوقتي في التكاثر، وشغال برضو معانا في الهرمونات. وعلى فكره المعسكر سواء بتاع اولى بتاع ثانيه بتاع ثالثه ثانوي بسعر رمزي جدا، الا وهو 50 جنيه فقط. قالوا لي مش هتقدر، قالوا لي مش هينفع، قالوا لي ما تحاولش ما تكملش لف وارجع. شوف اللي هيجي يتقدم لك يا باشا. تعالى تعالى تعالى, تعالى كده معايا. اول حاجه بالنسبه لثالثه ثانوي هنشرح الهرمونات كامله. ايوه هنشرح الهرمونات كامله، هنشرحها في فيديو كده او فيديوهين كبار كده. حضرتك هتجيب ورقه وقلم وتكتب ورانا كده اهوت، وتجيب المذكره بتاعتك لو انت معاك المذكره. معكش المذكره يا باشا من الكتاب اللي انت بتشرح اللي انت استفدت منه قبل كده او اللي انت سمعت منه الشرح قبل كده، وتبدا تزود كل الملاحظات اللي انا بقولها، وتبدا تزود كل الملاحظات اللي انا بقولها. فكده اول حاجه شرحنا. عايزين يا باشا نحل. عايزين ايه؟ عايزين نحل. تعال شوف الحل باذن الله. هبدا احل معاك من كتاب النفيس، هبدا احل معاك من كتاب التفوق بتاع السنه اللي فاتت، هبدا احل معاك من كتاب الامتحان بتاع السنه دي، هبدا احل معاك من امتحانات سابقه ومنصه الوزاره هنزل لك الاسئله بتاعتها. يبقى شفت مصادر الحل. ايوه هيبقى في لايفات، هيبقى في لايف، يبقى دي ثالث حاجه معايا، هيبقى في لايف باذن الله في الحل. طب دكتور عايزين امتحانات موجود، عايزين متابعه موجود، كل اللي انت بتحلم بيه باذن الله هتلاقيه ان شاء الله معانا في معسكر الهرمونات. وهنلم الهرمونات باذن الله خلال اسبوع. على فكره التحديات هتكون فرديه، وانا اللي هكون بتابع بنفسي، انت تدخل لي تقول لي اعمل ايه، اقول لك يا باشا ذاكر كذا وكذا وكذا وتعالى لي وخد امتحانها بعدها اهوت بعد ما تخلص، واخد بالك. يلا بينا ندخل بعد كده على اولى وثانيه ثانوي. اولى وثانيه ثانوي يا باشا احنا المفروض دلوقتي في الشهر الثاني اللي هو امتحانات الشهر الثاني. فثانيه ثانوي المفروض يمتحنوا على النقل، واولى ثانوي يمتحنوا على اللي هي الاجزاء بتاعه الخليه لحد النظريه الخلويه والكلام ده كله وتركيب الخليه. واحنا ضايعين، احنا بيح، احنا بلح يا باشا، ما احناش عارفين اي حاجه في اي حاجه، احنا ماشيين في ميه المخلل. المفروض بقى تعمل ايه؟ تجيب يا باشا كده اهوت ورقه وقلم، وتيجي بقى دلوقتي باذن الله هندخل مع بعض معسكر. هندخل مع بعض ايه؟ معسكر. المعسكر اللي احنا ندخله ده هنبدا باذن الله، هنبدا من اول المنهج خالص. ما يهمنيش امتحان شهر دلوقتي، كده كده انزل لك فيديو صغير كده اهوت هنلم بيه امتحان الشهر. انا بالنسبه لي ندخل معسكر من الاول، اولى ثانيه ثانوي. بعد كده يا باشا تعالى لي بعد المعسكر كده يا باشا احنا خلصنا شرح، هنشرح فيه كل اللي فات، يعني تقريبا تلتين المنهج ب 50 جنيه بس وخلاص. ايوه اهم حاجه ان ده مجرد الفلوس ديت لمجرد انك تلتزم، لمجرد انك تلتزم. طيب حضرتك هتدخل معايا المعسكر كده اهوت الجميل، كراستك وورقتك وقلمك يا باشا كده اهوت، وتبدا معايا تلخيصات اول باول. تبدا معايا واجب بتاعك اول باول. الواجب يا باشا والتلخيصات هتبقى منين؟ اولا كده هننزل لك بي دي اف، هنزل لك بي دي اف. وبالنسبه لاولى ثانوي احنا وثانيه ثانوي احنا هنعمل لهم مذكره مراجعه. مذكره مراجعه. يبقى انت حضرتك ان شاء الله اولى وثانيه ثانوي في لهم مذكره مراجعه هيدخل معانا باذن الله. اللي حابب ياخدها رقم الحجز كده كده اوريدي موجود. بالاضافه يا باشا انا عايز اقول لك كلمتين، يبقى انت اخدت الشرح. بعد كده هندخل بعد كده المذكره بتاعت المراجعه. وثانيه ثانوي اعمل لهم المنهج في 8 ورقات، المنهج كله في 8 ورقات. اولى ثانوي المنهج كله في ورقتين، واخد بالك يا باشا؟ واخد بالك؟ ايوه يا دكتور. طب بعد ما نعمل الكلام ده كله عايزين نمتحن، في امتحانات، عايزين متابعه، في متابعه. فحضرتك هتخش المعسكر، انت هتقول لي المطلوب مني ايه يا دكتور؟ هقول لك المطلوب منك كذا، تروح تخلص المطلوب منك وترجع لي تاني ابعت لك امتحانك. بعد كده يا باشا بعد ما ابعت لك امتحانك مطلوب تاني يا دكتور اقول لك كذا، روح اعمله يا باشا وتعالى لي. فهي هتبقى متابعه فرديه مش على جروب. تمام؟ خلي بالك وذاكر واشتغل واعمل اللي عليك وعافر، واحنا موجودين وراك يا بطل. وهنقول دايما للتحدي انت ما انتش قدي، لان رجاله احمد فايد رجاله هو ده ايوه رجاله احمد فايد بجد غير اي حد. سلام عليكم. استنى يا اسطى استنى، انت هتقفل الفيديو ليه؟ زي ما طلعنا الاولى على الجمهوريه السنه اللي فاتت والتاسعه على الجمهوريه ثانويه ازهريه، احنا ناويين باذن الله نطلع اوائل الجمهوريه السنه دي.